حياكم الله يا شباب. الحمد لله وفقنا في هذا اليوم 8 محرم لعام 1445 للهجرة، الموافق 26 يوليو عام 2023 للميلاد، في منطقة بزريني بالزنجبار قريبة من ستون تاون، لزيارة هذا المسجد الذي يسمى بالسواحلية جمعية مواريبو أو جمعية العرب أو جماعة العرب. زيارة سببها زيارة بعض الأضرحة لمشايخ وعلماء أجلاء عمانيون دفنوا هنا. جئنا فقط للتوثيق وللذكرى. أنا جئت 8 مرات إلى زنجبار ولم أوفق لزيارة هذا المكان. كنت أسأل كل مرة حد وما حد يعرف، ما حد دلني، ولكن اليوم الحمد لله بواسطة من الشيخ حمود بن سالم البرواني جزاه الله ألف خير دلني على الأخ حمود بن الخصيبي. الأخ حمود الخصيبي عاد عن طريقه وصلنا المسجد جزاه الله ألف خير. بارك الله فيك، شكرا جزيلا الأخ حمود، ما قصرت. هذا للتوثيق. أحسنت. بارك الله فيكم. إن شاء الله نراويكم الأضرحة للتوثيق. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المكان دفن شاعر العلماء وعالم الشعراء قاضي قضاة زنجبار أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم الرواحي. ولد ببلدة محرم عمان سنة 1277. تعلم عند والده القاضي وأخذ عنه كثيرون، منهم الشيخ اللغوي محمد بن برهان بن مكلل القمري، له مؤلفات نفيسة منها نثار الجوهر في الفقه، العقيدة الوهبية في العقيدة، النفس الرحمن في الأذكار، وأيضا قبر الشيخ الفقيه سيف بن ناصر الخروصي مؤلف كتاب جامع أحكام الإسلام، توفي في سنة 1341 في زنجبار. والشيخ الخطاط سالم بن محمد الرواحي قام مع أخيه عبد العزيز بنقش الآيات القرآنية على جدران قصر العجائب. والشيخ عبد الله بن محمد الرواحي توفي سنة 1372. كل هذا المشايخ والعلماء قبورهم هنا. هنا قبورهم هنا، رحمة الله عليهم جميعا.